كلية صيدلة وعلاج طبيعي، في حال ان انت مجموعك بيجيب الكليتين دول، يا ترى ندخل ايه فيهم؟ هكلمك بشكل عام عن الكلية وسوق العمل بتاعها والمميزات والعيوب، وخد بالك انا برشح لك من حيث الارقام والاحصائيات اللي موجودة حاليا، مش على حسب ميولك ايه، فتركز معايا لاخر ثانية في الفيديو. عمر احمد بيقول لك ايه؟ بص بقى يا حبيب قلبي، الموضوع في الحوارات دي كلها هيختلف من ولد لبنت، وهتعرف ليه في اخر الفيديو. نبتدي بكلية علاج طبيعي. انا بعد ما اتخرج هلاقي شغل بسهولة ولا لا؟ وايه العقبات اللي ممكن تقابلني؟ بص بقى يا حبيب قلبي، الكلية 5 سنين وسنة امتياز، كذلك صيدلة، يمكن دي الحاجة الوحيدة المتفقين فيها. كلية علاج طبيعي بتتعامل مع بشر اكتر. بالنسبة لسوق العمل بتاعها عامل ايه حاليا؟ سوق العمل بتاعها ماشي جدا في مصر وبره مصر، الموضوع مش صعب خالص، على الرغم ان امر التكليف بتاعها مش موجود حاليا غير للطلب او للضرورة غير زمان، بس سوقها ماشي بسرعة. شغل المراكز بقى، الجلسات البرايفت، الاندية علشان اصابات الملاعب، ولو انت دكتور شاطر اللي يعرف يسوق لنفسه اكتر من خلال الحتة دي. ليه؟ لان انت في ايدك صنعة، في ايدك ان انت تعالج في البيت في مكانك، فاهم؟ فلو عرفت تسوق لحتة زي دي صراحة ربنا هتمسك فلوس ما شاء الله. يعني ما تعتمدش بس على الوظيفة والمرتب اللي بيجي لك كل شهر، مطلوبة جدا في دول الخليج بالذات الامارات والسعودية، في الاندية الرياضية هناك ظبط اللغة عندك والدنيا هتبقى معاك زي الفل. كذلك في انجلترا وامريكا وكندا بتعمل زي معادلة كده، والموضوع اسهل من حتة صيدلة، وهنعرف ليه في اخر الفيديو. الناس حاليا بقى عندها وعي اكتر، فبتزداد الاهمية لدكتور العلاج الطبيعي، لان انت كده كده لازم تبقى موجود. العلاج الطبيعي ده مش هينفع اي حاجة تشيل الوظيفة بتاعته عموما، فاهمني؟ العنصر البشري عموما مش هنعرف نستغنى عنه، دي متابعة وعلاج وقصة كبيرة. من حيث بقى التكلفة، فبتاع علاج طبيعي نسبة ان هو يفتح مركز ليه او يفتح عيادة خاصة بيه، التكلفة بتاعتها هتبقى اقل جدا من بتاع صيدلة ان هو يفتح صيدلية وكده. كذلك الدراسة بتاعته برضه بتبقى اقل بشكل نسبي، بتعتمد زي ما قلت لك على المجهود البدني وشغلك على نفسك اكتر. في الاجازات تنزل مراكز، تشوف الحالات بعينك، تتعلم فيديوهات اكتر، الكلام ده. سوق العمل بتاعها العدد بتاعه مش كبير غير صيدلة، فهتلاقي شغل في فترة اقل. نخش بقى على كلية صيدلة. بالنسبة لسوق العمل بتاعها فهو مليان جدا، كمية طلبة بتتخرج كل سنة أعداد مهولة، فنسبة استيعاب سوق العمل بتاعها الموضوع صعب جدا. كذلك ما فيهاش أمر تكليف، مصاريف إن أنت تفتح صيدلية ليك بتبقى عالية جدا، فهتشتغل على نفسك أكتر وأكتر وأكتر علشان إن أنت تواكب سوق العمل، لأن أنت في زيك كتير جدا. غير بتاع العلاج الطبيعي، بتاع العلاج الطبيعي بيحتاجوه في كل حاجة، يقدر يعمل جلسات برايفت، دي مثلا نقطة حلوة جدا عنده. المراكز يقدر يسوق لنفسه أكتر، فيجيله زي استشارات وحاجات شبه كده يعملها بفلوس عادي جدا. وعلشان تسافر للخليج زي ما قلت لك برضو الموضوع بيبقى صعب شويه في حوار المعادله، وحوار ان انت في منك كتير زي ما قلنا، الموضوع الاختيار بيبقى صعب، ففرصه القبول بتاعتك بتبقى اقل، فهترسى معاك ان انت تفتح صيدليه. وعلشان تفتح صيدليه ليك الموضوع هيبقى مكلف، بس زي ما قلت لك تنفع للبنات اكتر، وعلى حسب ميولك انت بتتعامل مع تركيبات وادويه وحاجات شبه كده. وبالنسبه لصيدله، مجال الكلينيكال بيبقى مصاريفه اعلى، وده الاحسن حاليا والمطلوب، بس المصاريف بتاعته اعلى. في صيدله بتدفع اكتر علشان توصل لحاجات انت نفسك فيها، وده ما يمنعش ان انت لو حاببها تدخلها عادي، في ناس كتيره ناجحه في المجال وبتطور في المجال اكتر علشان هو بيحب الحته دي. انا بلم لك بشكل عام عموما المميزات والعيوب بتوع اي حاجه قصادك علشان تلحق تنسق بسرعه، مفيش وقت. انا بالنسبه لي علاج طبيعي تغلب، وبرضه براحتك. سيب كومنت بالحاجه اللي نفسك فيها وباذن الله هيبقى ليها فيديو. وعرفني انت بقى لو جات لك الكليتين هتختار ايه وليه. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.